أحسن المسلسلات الأجنبية اللي في رأيي فترة التسعينات وأوائل الألفينات هي أفضل فترة لنوعية المسلسلات دي، اللي يقدر المشاهد الجديد إن هو يبتدي يتفرج عليها ويستمتع بيها في وقت إحنا بنفتقد فيه للكوميديا الحلوة سواء في الأعمال الأجنبية أو حتى العربية. ونبتدي قائمة المسلسلات بمسلسل هاو اي ميت يور ماذر. بداية عرض المسلسل سنة 2005 ويعرض حاليا على منصة ديزني وبيتكون من 9 مواسم. قصة المسلسل عن تيد اللي بيحكي لأولاده ازاي قابل والدتهم عن طريق قصص ومواقف كوميدية بيتعرض لها هو وأصدقائه. واللي اتفرج على فريندز هيقدر يشوف وجه الاشتباه بين المسلسلين. من هنا للمسلسل الثاني اللي هو ثيرد روك فروم ذا سان. بداية عرض المسلسل سنة 1996 وبيتكون المسلسل من 6 مواسم. للأسف المسلسل مش معروض على منصة حاليا لكن موجود على مواقع التحميل. في المسلسل هتقدر تتوقع الكوميديا جاية منين لما تعرف قصة المسلسل، واللي هي عبارة عن مجموعة من الكائنات الفضائية جات الأرض علشان تدرس المشاعر البشرية والعوامل النفسية الخاصة بالبشر. وبتنزل الكائنات دي الأرض تتمثل في قائد المجموعة اللي بيتجسد علشان ما يتكشفوش من البشر فبيتجسدوا في هيئة بشر. قائد المجموعة بيتجسد في دكتور جامعة، ولقائد الجيش بيتجسد في أخته، وقائد المعلومات الخاص بالكائنات الفضائية بيتجسد في ابنه. ومن هنا يعني من خلال بس يعني سرد اول حلقه او حلقتين انت عارف الكوميديا بتاعت المسلسل دي رايحه لفين بالظبط. من خلال ما بنشوف من قصه المسلسل انت بتشوف هو المسلسل رايح لفين بالكوميديا، ما بالك بقى بالاحداث اللي بتحصل في مسلسل ثيرد روك فروم ذا سان. ضمن المسلسلات الكوميديه اللي انا بحب اتفرج عليها وارجع اتفرج عليها اكتر من مره هو ذا سيمبسونز. ما تستغربش ان مسلسل كرتون موجود من ضمن القائمه أحسن مسلسلات كوميدية، لأن أولا هو كرتون موجه للكبار، وثانيا لو جربت تتفرج على مسلسل حقيقي هتضحك، وخصوصا لما تعرف ان قصة المسلسل هي بتحكي عن أفراد عائلة سيمبسونز المتكونة من الأب هومر اللي بيشتغل رغم شخصيته المستهترة الكسولة في محطة للطاقة النووية. يعني دي لوحدها كفاية انها تبقى كوميدية. واللي بيتعارض مع شخصيته زي ما قلنا المستهزئة الكسولة المستهترة. ومن ضمن الأفراد الأسرة الأم التقليدية و3 أولاد، طفل بيحب المقالب، طفلة تانية ناضجة زيادة عن اللزوم، طفل ثالث الأصغر فيهم. وبيعتبر المسلسل ده من أنجح المسلسلات لدرجة إنه وصلت مواسمه ل5 أو 34 موسم، وده دليل على نجاحه. ده غير طبعا الجوائز الكتير اللي حصل عليها المسلسل طوال فترة عرضه، وحاليا هو بيعرض على منصة ديزني. نيجي بقى في القائمة لأكتر المسلسلات المفضلة ليا كوميديا واللي ياما عيطت من الضحك عليه بسبب كل المواقف الكوميدية الموجودة فيه هو مسلسل According to Jim. بداية عرض المسلسل في سنة 2001 وبيتكون من 8 مواسم ويعرض حاليا على منصة ديزني. قصة المسلسل عن أسرة مكونة من الأب اللي هو جيم، واللي بيغلب عليه شخصيته الكسولة جدا، واللي بيدخل في حالة فوضى بسبب ان هو بياخد اي طريق مختصر سواء في تربية اولاده او في علاقته مع مراته. مواقف كوميدية كتير بتحصل طول احداث المسلسل، واكتر ناس او اكتر حاجة هتحبها في المسلسل هو ازاي جيم بيقدر يخش في خداع هو ومع صديقه المفضل، ازاي يضحكوا على مراته بطريقه كوميديه بحيث ان هو يتهرب من مسؤولياته، بحيث ان هو يلاقي طريقه مختصره يقوم بيها بالمهمه المتوكله ليه. اكتر ناس هتستمتع بالمسلسل ده لو ما اتفرجتش عليه قبل كده هي الناس المتجوزه. المسلسل ده كوميدي جدا وخصوصا للناس المتجوزه. ذا بيج بانج ثيوري متكون من 12 موسم يعرض حاليا على منصه نتفليكس. قصة المسلسل هي بتحكي عن 2 من علماء الفيزياء العباقرة بيعيشوا مع بعض في شقة واحدة، وحياتهم تبقى غير تقليدية شوية سواء مع بعض أو مع صحابهم العلماء العباقرة.
ده مسلسل انت بتشوف فيه شويه طلاب او علماء دحيحه اللي احنا بنقابلهم في حياتنا مع بعض في حياتهم الغير تقليديه، اللي عباره عن كلها علوم وكلها مذاكره، وبتبقى في نفس الوقت كوميديه. حياه ممله جدا كوميديه. هي دي الحاجه الحلوه في المسلسل ده. ازاي يقلب لك من حاجه انت تقدر تمل منها لما تشوف في حياتك لحاجه كوميديه تقدر تتريق عليها. المهم في احداث قصه المسلسل ده، هو الاثنين العلماء بيبقوا عايشين وبتنقلب حياتهم لما بتيجي جارتهم بتسكن قدامهم اسمها بين. وفي رايي الكوميديا في المسلسل ده غير الحياه الغير تقليديه اللي العلماء دول بيبقوا عايشينها، هي بتبقى متمثله في شخصيه شيلتون اللي ما يعرفش، عبقري فعلا بس ما عندوش اي خلفيه اجتماعيه ازاي يتعامل فيها مع البشر، فبيصطدم بحاجات بديهيه البشر كلها اجتماعيا بتتعامل بيها، هو ما يعرفش عنها اي حاجه. ومن هنا بتيجي كوميديا المسلسل ده. مسلسل سكرابس بدأ عرضه في 2001 وبتكون من 9 مواسم وبيعرض حاليا على منصة ديزني. احنا اتعودنا في اي دراما بتتكلم عن المستشفيات وبتتكلم عن المرضى ان هي بتتعامل بيها بطريقة دراما مؤثرة. طبعا وجود مرضى وجود مرض الدكاترة بتتعامل معاه، لكن مسلسل سكرابس بيتعامل وبيورينا حياة مختلفة عن عالم المستشفيات. هو العالم الكوميدي اللي احنا بنشوفه فيه. والمسلسل ده قوته واكتر المواقف الكوميدية اللي لو ابتديت تتفرج عليه هيضحكك هي تخيلات الشخصيات. شخصيات مرة واحدة كده وهي بتتكلم تلاقيها بتتخيل موقف معين. دي من اكتر المواقف الحاجات الكوميدية اللي بتضحك منها. غير طبعا اللي هيحببك في المسلسل هو المدير المشرف في المستشفى اللي هو دكتور كوكس. حرفيا اداء الشخصية دي بالذات شخصية مستفزة جدا، ومن كتر ما هي مستفزة هي بتضحكك. من اكتر الشخصيات اللي هتحببك في المسلسل. مسلسل ساينفيلد هو مسلسل متكون من 9 مواسم وبتعرض حاليا على منصة نتفليكس. من وجهة نظري مسلسل ساينفيلد هو اللي بدأ يغير وجهة نظر الناس في المسلسلات الكوميدية في فترة التسعينات لمسلسل، بدل ما هو مسلسل كوميدي عادي، لمسلسل ممكن يغير ثقافة مجتمع. اولا من حيث مع عرض مسلسل ساينفيلد ونجاحه الباهر اللي حصل وقتها بدأ يغير وجهة نظر الناس عن المسلسلات الكوميدية ان هي ممكن تبقى ليها نجاح باهر زي ساينفيلد، وده كتير من المسلسلات اللي جت بعديه. غير طبعا ان هو كان بيغير ثقافة المجتمع من ناحية الموضة، موضة اللبس اللي كانت الشباب وقتها بيقلدوها، قصات الشعر، واي حاجة كانت بتتعرض في المسلسل كان بيتم تقليدها. ساينفيلد انت تقدر من خلاله تقدر تتتبع الحياة في فترة التسعينات كانت عاملة ازاي، من حيث الموضة، من حيث الحياة اليومية اللي كانت الناس بتعيشها وقتها. ده بسبب ان المسلسل ده بيتكلم عن الحياة اليومية لمجموعة من الاصدقاء. بطلهم هو ستاند اب كوميدي بيتكلم عن الحياة اليومية والمشاكل اليومية اللي كان بيتعرض لها بطريقة كوميدية. تقدر تعتبره زي مسلسل وثائقي لكن بطريقة تضحكك. مسلسل 2.5 Men بيتكون من 12 موسم وبيتعرض دلوقتي على منصة برايم فيديو. قصة المسلسل عن تشارلي، كاتب وملحن أغاني إعلانات، حياته كلها عبارة عن سوق وعلاقات نسائية بتتعقد حياته لما أخوه ألان بينفصل عن مراته وبيتنقل للسكن مع تشارلي هو وابنه. من أكتر الحاجات اللي هتستمتع بيها في المسلسل ده هي سلاسة الكوميديا اللي كانت بتبقى بين الشخصيات الثلاثة اللي موجودين في المسلسل، لدرجة تحس ان الكوميديا بتبقى ارتجالية من كتر ما هي سريعة في الحوار الكوميدي اللي بين الشخصيات، وخصوصا لما يعتمد ما بين ال3 شخصيات على شخصية طفل، والطفل ده يؤدي الدور الكوميدي بتاعه لأقصى درجة ضحك ممكنة
تخليك تستمتع بوجوده في الشاشة. حقيقي المسلسل ده من اكتر المسلسلات الكوميدية ان انت لو ابتديت تتفرج عليها من النهاردة هتضحك فيها بجد ومن قلبك، ولازم يتم متابعته ومشاهدته. من احسن المسلسلات الكوميدية اللي هتتفرج عليها. ذا اوفيس بيتكون من 9 مواسم، وبداية عرضه سنة 2005، وبيتعرض حاليا على منصة برايم فيديو. المسلسل ده هو نسخة أمريكية من نسخة بريطانية اتعرضت قبل كده، وبيحكي المسلسل عن موظفين لمكتب تابع لشركة ورق وعلاقتهم بمديرهم اللي باين جدا انه غريب الأطوار. ومن هنا بيكون مركز الكوميديا بتاع المسلسل بسبب مبالغته في تقدير أهميته، وهو مش فاهم ليه زمايله مش بيشاركوه حماسه ومش بيشاركوه الأفعال الغريبة اللي هو بيقوم بيها. المسلسل ده طريقة تصويره والكوميديا بتاعته ممكن يختلف عليها أي حد جديد ممكن يتفرج عليه، ممكن ما يعجبكش، لكن أنا بالنسبة لي مسلسل ذا أوفيس هو من أحسن المسلسلات الكوميدية اللي بحب أتفرج عليها. مسلسل فريندز ما ينفعش يبقى فيه قائمة لأحسن المسلسلات الكوميدية وما يبقاش فيها مسلسل فريندز موجود فيها، لأني في رأيي المسلسل ده هو الوحيد اللي ما تقدرش تبطل ضحك طول مدة الحلقة في كل مواسمه. واللي ما اتفرجش على المسلسل فهو بيجمع بين الكوميديا والرومانسية والدراما في بعض الأحيان بين 6 أصدقاء بيتعرضوا لمواقف يومية حياتية كوميدية بتجمع بينهم. أنا مش هتكلم عن المسلسل هو ليه كوميدي وإزاي هو أحسن مسلسل كوميدي ممكن تتفرج عليه، لأن في فيديوهات كتيرة اتكلمت عن ده. أنا هتكلم إزاي المسلسل نجح لدرجة إن تغير ثقافة العالم في حاجات كتيرة حصلت، زي أزياء الشخصيات وخصوصا ريتشل وتسريحة شعرها اللي كانت موضة في وقت من الأوقات، وعبارة جو الشهيرة كيف حالك اللي كانت من أشهر العبارات اللي كانت موجودة وقتها واللي اتقلدت في العالم كله. ده غير تأثير المسلسل في مساعدة الطلاب في تعلم اللغة الإنجليزية، لأن اتعمل استطلاع للرأي في سنة 2012 ما بين الطلاب اللي بيتعلموا اللغة الإنجليزية، ولقينا إن في ربع الطلاب كان سبب تعلمهم اللغة الإنجليزية هو مسلسل فريندز. ده غير إن معجبين المسلسل بيعتبروا المسلسل ده هو علاج نفسي. جرب انك تتفرج على حلقة منه وانت في حالة نفسية مش كويسة، وشوف بعد ما هتتفرج على الحلقة دي حالتك النفسية بقت عاملة ازاي. مفيش مسلسل كوميدي يسيب التأثير ده غير لما يكون مسلسل أسطوري مش هيتكرر تاني. ومع هنا احنا انتهينا من عرض قائمة لأحسن المسلسلات الأجنبية الكوميدية، وفي انتظار آرائكم. لو في أي مسلسل ما ذكرتوش يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. شكرا جدا ليكم.